يا صباح الخير، تعالوا نعمل بسكوت من غير سمنه ولا زبده ولا طابع ولا لبن ولا اي حاجه من دي خالص. في شفشق الخلاط حطيت 30 كوبايه من السكر وعليهم 2 بيضه ومعلقه كبيره من الفانيليا وضربتهم مع بعض كويس جدا، وبعدين زودت عليهم 30 كوبايه من الزيت وهرجع اضربهم مع بعض كويس جدا لغايه لما قوامهم يكون بالشكل ده. ونزلت عليهم 3 معالق كبار من النشا، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من البيكنج صودا، 3 كوبايات من الدقيق، رشه من الملح. بس يا ريت في البدايه تنزلي بكوبايتين ونص من الدقيق كده لغايه لما توصلي للقوام. انا مش عايزاه يكون القوام المظبوط وكمان مش عايزاه يكون طري قوي. بعد ما حطيت الثلاث كوبايات قسمت العجينه على نصين، واخدت النص الاول من العجينه زودت عليه معلقتين كبار من الدقيق وهقلبهم مع بعض كده باطراف صوابعي. يا ريت بلاش تعجني، ولما تعملي الاختبار ده وتلاقي العجينه ما بتشققش يبقى هي كده ممتازه. والجزء الثاني من العجينه زودت عليه معلقتين كبار من الكاكاو، وهفرد العجينه دي على كيس بلاستيك بالسمك اللي انت عايزاه، ومشيت عليها كده بظهر الشوكه بالطول وبالعرض، وبعدين قطعت بالقطاعات اللي عندي ورصيتها على صاج مدهون دهنه بسيطه من الزيت، وهتدخل على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 170 في الرف اللي في النص مع المتابعه طبعا، ولما يبرد خالص التزيين حسب الرغبه.